السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي، وأهلا وسهلا بكم في تحليل جديد من مباريات كأس العالم 2026. اليوم نستعرض مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بمنتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين في سباق التأهل إلى دور ال32. منتخب مصر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التعادل مع بلجيكا والفوز المستحق على نيوزيلندا، ليؤكد أنه من أكثر المنتخبات العربية استقرارا في البطولة حتى الآن. ويعتمد المنتخب المصري على خبرة محمد صلاح وسرعة عمر مرموش، بالإضافة إلى الانضباط التكتيكي والقدرة على استغلال المساحات في الهجمات المرتدة. أما منتخب إيران فقد قدم أداء دفاعيا جيدا أمام بلجيكا، ونجح في الخروج بنقطة ثمينة، لكنه أضاع العديد من الفرص أمام نيوزيلندا، ولذلك سيدخل هذه المباراة وهو مطالب بتحقيق الفوز إذا أراد ضمان التأهل، وهو ما سيجعله أكثر اندفاعا في الشق الهجومي. من وجهة نظري ستكون المباراة متوازنة في البداية مع حذر كبير من المنتخبين، لكن مع مرور الوقت ستظهر أفضلية المنتخب المصري بفضل جودة اللاعبين في الثلث الهجومي وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم. وفي المقابل سيحاول المنتخب الإيراني استغلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، مما يجعل اللقاء مليئا بالإثارة. توقع الشخصي لنتيجة المباراة هو فوز منتخب مصر بنتيجة من 2-1 في مباراة صعبة، لكن أعتقد أن الفراعنة سيحسمونها في الشوط الثاني ويحجزون بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. شاركونا في التعليقات، هل تتفقون مع هذا التوقع؟ وما هي النتيجة التي تتوقعونها؟ ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في قناة أولي سبورت وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد عن كأس العالم 2026 وتحليلات المباريات أولا بأول.